السلام عليكم، مساء الخير، مساء النور على قلوبكم. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. واللي شاف هاد لا فيديو يخلي لنا واحد الاشتراك، واحد الجيم، واحد كومونتير فضلا وليس امرا. واليوم جبت لكم قصه امل، قصه اللي واقعيه للعبره. انا امل اللي كانوا عندي 4 ديال الخوت، وكان با واعر وصعيب، كنا عائله محافظه. كنت كنقرا، ناضوا خرجوني خوتي من المدرسه، قالوا لي صافي راكي تفهمتي تبقاي غادا جايه علينا كلشي يطلع فيك ويهود فيك، بركي في الدار. بركوني في الدار، طلعت لي في البركه ديال الدار في راسي. مليت وعييت، وخوتي غا حاضيني وبا غا حاضي معايا. امي كانت مغلوبه على امرها، مرات واحد المرضى اللي كانت صعيبه وكانت واعره. ما بقيت كنهضر، ما كنتكلم لا مع خوتي لا مع الوالده لا مع الوالد لا مع حتى شي واحد. ناض الوالد شافني هكاك، قال لامي سيري انت وبنتك للفيرما، حيت حنا كانت عندنا واحد الفيرما في العروبيه. نط انا وامي دانا با، حطنا هكا في الفيرما، بقى هكا با كيجي عندنا وخوتي غير في الويكاند. كانت حدانا واحد الدار حدا الفيرما ديالنا. هذيك الدار اللي كانت حدانا كانوا فيها هكا الخدامه. واحد الولد كان خدام في الدار اللي حدانا، لان كانوا دايرين داكشي ديال الفلاحه. انا وليت هكا كنخرج هكا يضربني البرد، كيبقى يشوفني ويتغزل فيا، حط عليا العين. حتى انا كنت باغا غير مع من نضحك ومع من نهضر، لان كنت صافي عييت ومليت، باغا غير مع من نتلف الوقت. درت معاه علاقه، ملي درت معاه علاقه وليت كندير الدواء لامي ديال النعاس، وكنخليها حتى تنعس، كنجمدها وكنخرج لعندو، وكنبقى انا وياها كنهضروا نتحدثوا. صافي بقينا على هذاك الحال. واحد النهار نعست امي، نعست غيبت، خرجت لعندو في الليل، خرجنا لواحد القنيته، بقينا كنهضروا هذاك الشيء. قال لي هذا الزين كله، هذا الجمال كامل ومحقور وهذه، لان انا كنت معوده لي على خوتي وهذاك الشيء بانهم صعاب. بقى كيتقرب مني، غلطت معاه. دازت واحد المده، كنلقى راسي كنرد ونجي على راسي. انا عرفت راسي بانني حامله، لان داك التقيه حاشاكم اللي كنت كنتقيه ماشي عاديه. قلت لي فلان راه اللي وقع انا دابا راني حامله، راني كنرد وهادي. السيد بات ما صبح، ما بقيت عارفه عليه حتى شي خبر. ولات عندي شهرين امي عاقت بيا، قالت لي هاد الرد اللي كتردي ماشي هو هذاك، زيدي ندك عند الطبيب. بديت كنبكي، قلت لامي بلا ما ديني عند الطبيب، راه اللي وقع والسيد دابا راه مشى وما بقيت عارفه عليه تخبار. امي بدات كضرب في جنابها وتنتف في راسها، تضرب في وجهها، قالت لي يا بنت الحرام شوهتينا، بنت الحرام. قالت لي باك غيقتلني ويقتلك، اخوتك غيذبحوني ويذبحوك. دابا اش غنديروا لك؟ ما نديروا لك من حل، غنشوفوا كيفاش نديروا لباك ونصيفطك عند خالتك على بما ولدتي. صافي ولات عندي 4 شهور كرشي بدات كتبان. كنا ديك الساعه رجعنا للدار فين عيش با وخوتي. قالت ليه راه اختي راه راجلها مشى لبرا، فعلا راجلها كان مشى للطاليان، وهي دابا مسكينه. قالت لي راه غير بوحدها، وراه دابا فلانه بركت من المدرسه وداك الشيء، تمشي غير تونسها وداك الشيء. با ما بغاش، رفض، ولكن امي بقات كتوزوز لي على راسو وتخبر لي حتى خلاني نمشي. ملي خلاني نمشي مشيت انا وامي باش ديني عند خالتي. حكينا لخالتي شنو كاين، اللي وقع. خالتي كنت انا عزيزه عليها بزاف. صافي رجعت امي، دوزنا الشهر الرابع الخامس حتى وصلت لقيتة الولاده. جات امي دارت السبب انها باغا تشوفني، وجات عند خالتي. مشيت ولدت، داوني للسبيطار ومشيت ولدت. ما جا فيني فجر الحال، حتى هزينا التربيه، تسلتنا من السبيطار وخرجنا. ملي خرجنا مشيت للدار انا وهذيك التربيه، ردعتها، ربيت عليها الكبده. كان الوليد زوين فن كيشبه ليا فوتوكوبي ديالي، ربيت عليه الكبده. قالت لي امي خاصنا الولد نديوه للخيريه، راه خوتك راه يقتلوك ويقتلوني وانتي باقا صغيره، يلا عندك 20 عام باقا، خاصك تزوجي، باقا الحياه قدامك.
دينا الوليد ديناه للخيريه. ملي دينا للخيريه، السيده اللي مكلفه في الخيريه بقات الصوره ديالها محفوره ليا في عقلي، وبقيت عاقل عليها وقلت ليها هانتي هالولد مره نجي نبقى نشوفه. قالت لي يا صافي. رجعنا للدار، بقيت كنتحير وكنبكي على ولدي اللي ما قدرتش نفارقه، وبكيت اللي معايا. يا هديك رجعت مره اخرى باش نشوف ولدي، قالوا لي بان شي عائله جات داتو باش يربيوه. صافي رجعت للدار، قلت لخالتي راه ولدي اللي كاين قالت لي صافي بنيتي دابا انتي ولدتيه غير من الحرام وهذه خلي. قالت لي العائله راه يتهلاو فيه وهادي. صافي خالتي كانت ساكنه في واحد الحي اللي راقي. واحد السيد فما كنكون مهوده مسخره ولا غادا للسوق ولا نجيب شي حاجه لخالتي، كنتلاقى معاه، طالعه نتلاقى معاه، وليت المهم كنخرج مع الصحابات هكا، تعرفت على البنات، وليت كنخرج، وليت مهليه في راسي، نمشي نصيب شعري، نمشي للحمام بوحدي. يا هذيك والسيد هاد السيد ساكن مع خالتي في نفس الموبل. فما كنكون طالعه كنشوفو هابطه هكا، كنهبط انا وياه، وليت مره كنتلاقى معاه. هو كان كبير عنده 46 سنه، انا كانت عندي 20 سنه. واحد المره طالعه انا وياه بوحدنا في لاسانسور، وهو يقول لي السلام هاديك دايره لاباس من هنا ملي هي دازت بيناتنا الهضره، قال لي بغيت نتعرف عليك، هادي راه ناوي معاك المعقول وكنشوفك ديما وهادي وكتعجبيني، بغيت ندخل من الباب ما ندخلش من الشرجم. صافي عطيته النمره، وليت كنهضر انا وياه نهار على خو تعرفت عليه. قال لي بانه كان مزوج ومرته ماتت، ضرب معاها 5 سنين ديال الزواج، من بعد جا واحد المرض خايب ماتت الله يرحمها، ما عندوش معاها الولاد. انا حكيت ليه قصتي من الاول حتى الاخر. قال لي انتي الولد ديالك خوديه من عند دوك العائله وداك الشيء وجيبيه نتزوجوا داك الشيء ونربيوه. انايا ملي رجعت عاوتاني قلت لهم عافاكم انا بغيت ولدي وداك الشيء، ما بقاوش عطاوني عليه شي خبار. قالوا لي ردات واحد العائله حنا هاد اللي كاين ما بغاوش يعطوني عليه شي خبار. صافي رجعت قلت لي راه الولد اللي كاين. قال لي دابا انا غادي نجي نخطبك. جا خطبني من عند با، تزوجنا. ملي تزوجنا عيشني في شي حوايج اللي كانوا زوينين، كان مبرعني مهلي فيا، ما كيخلي ما يدير على قبلي اللي حليت عليها فمي كتحضر، لانني انا كنت زوينه، كنت عاطيه العين، مهليه في راسي، كنحترمو كنقدرو. حتى هو ولفني وربي عليا الكبده وداك الشيء. قال لي وانتي دابا راه خاصني نولدو، ولدي ليا شي بنيه ولا شي وليد. صافي حملت. ملي حملت ولدت بنيه. البنيه اللي ولدت كانت زوينه وفنه. قريناها، تخرجات، دارت هذاك الشيء ديال البناجه، تخرجت بناجه ولات كتبنج الناس. بنتي كنت مدصراها بزاف لواحد الدرجه اللي ما تصورش، كنت ما كنقدرش نخسر ليها خاطرها. كانت هي العينين ديالي، هي الروح والقلب والعقل ديالي، وكنت مدصراها، وكانت حساسه بزاف، وكانت على ابسط الحوايج كتقلق لانني كنت مفشاها ومدصراها. كانت هكا في السبيطار. واحد النهار عندهم عمليه، كان الدكتور معاد كانت كتدخل هي وياه هكا للعمليه. واحد المره كانت عندهم 4 ديال العمليات، العمليه الاولى والثانيه والثالثه الرابعه. ملي دخلت العمليه الرابعه صافي عيات، سخفت، طاحت. ملي طاحت جا الدكتور معاد كيجري هزها، قال لها مالكي ما مالكي، هادي من هنا شافها هادي. قال لها عافاك هانتي خلي لي النمره ديالك باش نطمن عليك. صافي عطاتو النمره، ولات مره كتهضر معاه. شويه جات قالت لي ماما الدكتور معاد شحال ظريف ماما وشحال زوين، كاين نقطه ديال العسل في قلبي. انا فرحت، قلت لها واخيرا انا بنتي عجبك شي واحد وتفاهمتي مع شي حد. صافي ولات كتهضر هي وياه، هي ومعاد، ولات كتبغيه وكتموت عليه لدرجه العشق الجنون. كتقول لي يا ماما معاد هو الروح هو القلب هو العقل، ماما راني معاد كنبغيه وكنموت عليه. واحد النهار عيطت ليا فرحانه غطير بالفرحه،
قالت لي يا ماما انتي احسن ام في الدنيا واجمل ام في الدنيا وفي العالم كامل. جات وبقات كتعنق وكتبوس فيا، كتبوس ليا في ايدي، تبوس ليا في رجليا. قلت لها مالك يا بنيتي، قولي لي اش واقع، فرحيني معاك بنيتي. قالت يا ماما واخيرا ماما الدكتور معاذ قال لي غنجي نخطبك. ماما انا فرحانه، ماما انا اسعد بنت في الدنيا، ماما انا غادي نموت بالفرحه. انا معاذ كنبغيها ماما، معاذ ما نقدرش نتفارق معاه، ولا هو العقل هو الروح. واخيرا ماما قال لي غادي نجي نخطبك. صافي بقات كتهضر هي وياه وصل نهار الخطوبه ديال بنتي، ان باش غيجي يتعرف عليا وعلى باباها. صافي بنتي ما خلات ما حضرت، جابت طريطور احسن ما كاين في الحلويات، احسن ما كاين في الماكله، ما خلات ما دارت. صايبت القفطان جديد، ما خلات ما دارت. كاع الفلوس اللي كانت جامعه خسرتهم وزدتها انا وزادها باها، ودرنا داك الشيء هماوي ديال الناس الهماويين. جا سي عماد جاب معاه مو، جاب معاه باه، وجاب معاه واحد السيده اللي قالوا لينا راه خالته. جاو دخلوا بركو مرحبا زيد القدام، حطينا اللي قسم الله. قالوا لنا نوضوا ديروا الموسيقى، درنا الموسيقى، بقينا هكا كنشطحوا. بنتي كتنوض تشطح كنقولها بركي الارض وتبتي وحصنيها. ماما فرحانه ماما ما قدني فرحه. واخيرا ماما خليني ماما نهاري هذا، خلينا ماما نفرح، خليني راه حب قلبي جا دابا غيخطبني وهذه خليني. قلت لها ويلي تبتي وحصني، ويلي شوهتينا. والدريه فرحانه، عقل دريه صغيره فرحانه باغا طير بالفرحه، لانها كانت تعلقت بيه لواحد الدرجه اللي ما يمكنش، درجه العشق الجنون. هذيك السيده اللي جابوها معاهم بقيت كنشوف فيها، قلت ليها انتي ما غريباش عليا. حتى هي قالت لي انتي ما غريباش عليا. بقات كتشوف فيا، فمن هز عينيا نلقاها حاضياني. لا دخلنا عليك بالله، فاش خدامه هذيك؟ لا راه انتي راه صورتك ما غريباش عليا وما عقلتش فين شفتك. صافي السيده قالت لي تا انا راك ما غريباش عليا وما عرفتش فين شفتك. السيده فما كنهز عينيا نلقاها غير كتشوف فيا. السيده باركه وما عجبهاش الحال، وجهها صفر وفمها بياض. صافي ناضت للطواليت حاشاكم تبعتها. قلت لها دخلنا عليك بالله لما قولي لي انا فين شايفاك، انتي راه ما غريباش عليا. قالت لي ستري مستر الله وانا غنقول لك كل شيء. قالت لي انا راني خدامه في الخيريه الفلانيه. بديت كنطلب ونبكي قلت لها ها العار لما قولي لي ولدي فينا هو، ها عار ربي لما ولدي راه النهار الفلاني قلت لها انتي هي فاطمه هذه؟ قالت لي انا هي فاطمه. قلت لها دخلنا عليك بالله لما عطيني نمرتك وقولي لي اشنو ولدي فين كاين. قالت لي صافي غير سكتي دابا الناس عندكم وهذه دابا يسمعونا. انا كنواعدك ما نعطيكش النمره، ولكن كنواعدك بانني غادي نجي عندك. قلت لها عافاك المحلف لي، حلفت لي بالقران قالت لي والله حتى انا غنجي عندك وهذه غير سيري وبركي، راه دابا الناس عندك راه غادي نجي ندق عليك وغنجي نبرك معاك ونهضروا في هذا الشيء. صافي مشيت بركت مع الناس، بركت وتغيرت ووجهي تغير. الناس باركين، الدري نطق وقال انا جيت طالب راغب وهادي، ومن هنا راكم عارفين دوزنا الخطبه. صافي خطب البنت من عندي. بنتي بدات كتوجد التحضيرات ديال العرس، تشري هادي وفرحانه وباغا طير بالفرحه، تخرج هي وياه تجي هي وياه. المهم تعلقت بيه لواحد الدرجه اللي بزاف، وتا هو كان متعلق بيها وكان كيبغى وكيموت عليها. واحد النهار باركه ما بيا ما عليا، هو يصوني الباب. ملي صون الباب ملي حليت كنلقى فاطمه. اهلا، قلت لها دخلي، مرحبا اش بغيتي تشربي، اش بغيتي نحضر لك؟ قالت لي ما بغيت والو، انا جيت نهضر معاك. قلت لها عافاك لما قولي لي دابا ولدي فينا هو، وراه كبدا ما هناتنيش، راه ديما كنحلم بولدي، وراني ولدي راه وليت مأزمه من جيهته، راه ملي كنتفكر راه النار تتشعل ليا في قلبي. قالت لي بغيتي تعرفي لي ولدك شكون هو؟ قلت لها بغيت نعرف ولدي شكون هو. قالت لي ولدك هو السي معاذ. قلت لها
اويلي على هو السي موعد. اويلي قلت لها النهار اللي غنعرف ولدي غنخسر بنتي. اويلي بنتي متعلقه بيه وما تقدرش تفرقو. بنتي لا سمعتها راه غتموت وغدير شي حاجه في راسها. قالت لي السي معاذ هو ولدك، والعائله اللي دات معاذ راه هي العائله اللي تبناتو وداتو تربيه وهي اللي رباتو، وراه تهلاو فيه وراه ناس لاباس عليهم. راه انتي شفتيه تبارك الله ولا طبيب. قلت لها راني شفتو ولا طبيب وفرحت في نفس الوقت، فرحت وفي نفس الوقت تدمرت من جيت بنتي اللي بنتي لا سمعتها غادا تسطع. بنتي لا سمعت معاذ هو خوها غادا تموت. ما عرفت شنو غادي ندير. قالت لي راه معاذ راه باغي يعرف مو شكون هي. معاذ عارف بانه راه مربي، لان الناس اللي داو نهار الاول ملي كبر صارحوه وقالوا لي انت جبناك غير من الخيريه واللي كاين. ومعاذ راه داوي معايا في هذا الموضوع وقال لي قلبي لي على امي، انا باغي نعرف امي شكون هي. معاذ راه باغي يعرفك. قلت ليها حتى انا باغا ولدي نتسامح معاه وباغا نعاود ليه كلشي ونعاود ليه علاش خليتو هذه، ولكن بنتي راه لا ساقط الخبار راه غدير شي حاجه في راسها. صافي مشات عند معاذ قالت لي راني لقيت امك، ولكن ما غنقولش لك امك شكون هي، خليتها تتلاقى معاها. دارت معاه واحد النهار حدا البحر. مشيت انا وفاطمه لقينا ولدي كيتسنانا في البلاصه، غشافني ويتصدم. قال لها اش كدير؟ قال لها نسيبتي هنايا وسلم عليا وقال لي نسيبتي العزيزه. قلت لي شوف ولدي ما عندي ما نخزن عليك، انا هي امك. بحال هزيتي ولد اختي، بحال هزيتي يدك للسما وصرفقتي. ما عرف لا يبكي ولا يضحك، ما عرف شنو يدير. الدنيا دارت بيه، عنقني وبقى كيعنق فيا وكيبكي وباس ليا يدي وقال لي امي وهادي وقولي لي امي علاش تخليتي عليا وهادي. انا دابا امي اش غادي ندير؟ امي انا دابا امي ما عرفتش واش نبكي، امي ما عرفتش امي واش نضحك. علاش امي درتي هكا؟ علاش امي سمحتي فيا وخليتيني في الخيريه؟ هاي الدريه اللي عشقتها واللي بغيتها واللي خطبتها وناوي نتزوج بها دابا وهي اختي. وانا بيني وبينكم حشمت، لان بنتي هي وخوها ما تعرفوا تقدر تكون دازت بيناتهم شي حوايج اللي راكم عارفين. قدروا يكونوا دازوا بيناتهم هكا شي حوايج راكم عارفين، لان دازت بيناتهم هضره كثيره وكانوا خدامين مع بعضياتهم. بقى كيعنك فيا امي من هنا هذه. انا حكيت ليه من الاول حتى الاخر، قلت لي ولدي راه اللي وقع ليا واللي طرا ليا. وقال لي وعلاش امي ما هزيتينيش وهربتي بيا؟ علاش امي؟ قال لي اللي سمحتي فيا وديتيني للخيريه. علاش؟ قال لي امي هزيني، قال لي امي وهربي بيا. هاي دابا الدريه اللي عشقتها وبغيتها، هاي دابا هي اختي. قولي لي امي كي غندير يا امي؟ صافي طلبت منه السماحه، تسامح معايا، ما عرف شنو غيدير. قال لي امي انا اختي كنبغيها وهذه، ولكن دابا هي اختي وانا ما نقدرش نشوف لها في وجهها، لان امي دازت بيناتنا هضره كثيره ودازوا بيناتنا حوايج كثيره. امي انا ملي قال لي هكاك فهمت الامر، حيت راكم عارفين جوج كانوا كيبغوا بعضياتهم ضروري غادي يكون تقرب منها هكا عنق هذه. المهم نتوما فاهمين. مشيت عند بنتي قلت لها بنتي بركي بغيت نهضر معاك. دخل معاذ، قلت لي ها معاذ جيتي؟ علاش معاذ ما قلتياش ليا نوجد غير راسي وهادي؟ قال لها بركي راه بغينا نهضروا معاك. دويت مع بنتي قلت لها راه اللي واقع. بنتي جاتها بحال الصدمه، جاتها هستيريا، بدات كتبكي كتغوت كتحير. جريه وحده غتجري غتلاح من الشرجم. اللوحه اللي تلاحت من الشرجم طاحت، هبطنا كنجريو عندها، ديناها للسبيطار، لقيناها بانها تهرست من رجليها، درنا ليها الحديد، دخلت في الصدمه، ما بقات لا كدوي لا كتكلم. هو لحد الان ولدي حلف انه عمره ما يتزوج، ما عمره ما يتعرف على شي وحده، لانه كان كيبغي بنتي، وبنتي كانت هي كتموت عليه. صافي بنتي دارت الحديد، جات للدار، برات. ملي برات ما بقات لا كتهضر لا كتكلم، ولات غا مصدومه، هزت راسها صيفطها باها لبرا.
مشات لبرا هي وخوها ما كيهضروش ليومنا هذا لانهم ما يقدروش يدويو، لانهم كانوا كيبغوا بعضياتهم حتى الاخر وصدقوا بانهم خوت. ولدي لحد الان ما عيش معايا، قال لي انا ما نقدرش نسمح في والديا اللي مربيني، انا ما نبقى نجي نشوفك ولكن ما نجيش عندك لدارك، نشوفك في الزنق. واختي ما نقدر لا ندوي معاها لا نتكلم معاها لا نسول فيها، لان اختي كنت انا وياه بيناتنا علاقه وكنت باغي نتزوج بيها وناوي معاها الحلال. هو واختو ما كيهضروش. بنتي مشات عاشت في المانيا، تزوجات براجل كبر منها عنده 50 عام، ولدت معاه وليد وبنيته، ولكن عايشه في التعاسه، ما بقات لا كتهضر لا كتكلم، ولات عايشه تعيسه. وولدي ليومنا هذا متزوج وحلف انه ما عمره ما يتزوج ولا يتعرف على شي بنت، وحاليا كيجي عندي كيشوفني غير في الزنقه، ولكن بعد المرات كيقول لي علاش امي سمحتي فيا، علاش امي ما هربتيش بيا، علاش امي حنا دابا وصلنا لهاد الشيء. وهذه هي القصه ديال لاله امال. لاله امال اللي غلطات، لاله امال اللي دارت غلط، وبزاف ديال الناس بحال لاله امال كيديروا بحال هكا، لان يقدر يكون الواحد مزوج بختو وهو ما عارفهاش بانها راه اختو، بحال الناس اللي كيولدوا من الحرام وكيحطوا ولادهم. هذا الطروات ديال الزبل، حاشاكم. هاد القصه فيها عبره وكنتمنى تصنتوا ليها من الاول حتى الاخر، لان فيها عبره وعبره كبيره للناس. وهذه هي القصه، وقصه حقيقيه. ومع السلامه، وخليوا لنا واحد الاشتراك باش يبقى دائما يوصلكم الجديد ديال القصص. ولا حول ولا قوه بالله، هذه القصه شوكاتني بزاف والله. ومع السلامه الاخوان، خليت لكم الراحه.